السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وروتين جديد في المشغل. طبعا انا اخرت عليكم وبقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، كان عندي ظروف، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هستمر معاكم وهنعمل كل يوم ان شاء الله فيديو. يعني الحاجة اللي بكون انا شغالة فيها في المشغل بإذن الله. بس أتمنى إن انتوا تدعمونا بلايك وتكتبوا لنا تعليق حلو وتعملوا اشتراك في القناة. أول حاجة النهاردة أنا مطلوب مني أولدر ملايات. كام ملاية كده؟ أنا عندي قماش الملايات، فمطلوب مني أولدر بتاع ملايات، مطلوب مني حوالي 3 ملايات. فدلوقتي إن شاء الله هنقصهم مع بعض وهنعرف المقاسات الأساسية اللي احنا بنعمل عليها الملايات وبنقص بيها، وبكده الملاية بتطلع معاكي مظبوطة. الملاية دي انا هعملها كورنيش منها فيها كده. فاول حاجة الكورنيش يا حبايبي بتجيبوا متر سليم وبتقسميه كده بالعرض زي ما انا عملت وبنوصلهم في بعض، فكده بيكون عرض الملاية متكرر مرتين. فهي دي كده الكشكشة بتاعتك. فلو انت مثلا هتدخلي سادة في منقوش، بتبدأي ان انت تجيبي السادة اللي انت هتعملي منه المنقوش، بتجيبيه متر سليم وبتقسميه بالعرض بتاعه كده، بتخليه نص متر ونص متر وبتوصليهم في بعض وكده تكوني انت عملتي الكورنيش بتاعك، لانه كده بيكون متكرر مرتين، التطبيقة بتاعته متكررة مرتين. فكده هو ده بتعمليه كشكشة بقى وبتركبيه في العرض بتاع الملاية. تمام، ده كده بالنسبة للكورنيش، سواء بقى هتعمليه من نفس القماشة أو سواء هتعمليه من قماشة تانية. بالنسبة بقى نيجي للخددية، المخدة، معلش المخدة الطويلة. المخدة الطويلة بيكون علشان الحاجة تطلع معاكي وافية ومقاساتها مظبوطة وكويسة، بتكون العرض بتاعه يعني من 88 سنتي ل90 سنتي بالظبط، يطلع معاكي كده بالخياطات بتاعته واسع مش ضيق، مظبوط على المخدة. يكون كويس معاكي. فبيكون عرض الكيس الواحد 90 سنتي. تمام، في العرض بتاعه من عرض القماش كده من عند البورصل بتاخدي 90 سنتي. طبعا انت لو هتعملي الطقم 5 قطع بتعمليه بقى متكرر مرتين، يبقى 90 و90 أو 88، 85، على حسب برضو الحاجة اللي معاكي عاملاها العروسة ولسه الفرش بتاعها جديد ولا متهالك، الحاجة بتاع يعني صغرت شوية مثلا مش لسه عالية والكلام ده. الملاية بتاخد معاكي 4 متر ونص السرير الكبير، وبيطلع معاكي كده المقاسات وافية وكويسة جدا، وما شاء الله ما بتطلعش معاكي فيها عجز ولا أي حاجة. لأن أنا عرض الخدادية أنا هطلعه من الطول بتاع المخدة. يعني كده دي المخدات معايا اهي. أنا عملت المخدة بتاعتي عملتها عرض 88 سنتي أو 90 على حسب انت الملاي الحد اللي طالب منك. عملتها 90، ده كده المخدتين. وهبدأ ان انا اخد طول المخدة بيبقى للسرير الكبير 170 سنتي، علشان تكون المخدة كلها الكسوة بتاعتها مغطياها وتمام. 170 سنتي. وبتبدأي ان انتي بتقيسي كده من طول القماش بتاعك 170 سنتي، واللي بيفيض بتقصيه، وده اللي بنطلع منه وش الخددية. ان شاء الله امشوا بالطريقة دي وهيطلع معاكم مظبوط ومفيش فيه اي مقاسات غلط ولا اي حاجة خالص. تمام. انا هبدأ ان انا دلوقتي كده باخد 170 سنتي بتوع طول المخدة، واللي هيفيض هيتبقى معايا من طول القماش كله انا هبدأ ان انا اقصه وهطلع منه وش الخدديات زي ما انتوا شايفينها معايا كده. كده خلاص انا بقيس المخدة زي ما قلت لكم الطول بتاعها. طبعا احنا كده خدنا حوالي 190 مثلا. خدنا داخلين على مترين، يعني خدنا 180 سنتي للمخدتين. وهاخد للخدديات لظهر بقى الخددية، وهاخد لظهر الخددية ده كده الطقم اللي من غير كورنيش، هاخد حوالي 44 مثلا، 44 سنتي، والباقي كله هخليه ملاية. هتخليه ملاية، مش هتقص منه حاجة.
فاحنا اول ما بنجيب كده القماش بنطلع المخدتين، وبطلع من الطول بتاعهم وشين الخدادية، وهبدأ ان انا اطلع القلابات بتاعة الخدادية من ورا، هاخدهم من عرض القماش اللي هو الكبير بتاعي ده كده. بس انا بساوي القماشة بقص البورصل، وهتبدأي ان انتي بعدين يبقى انت كده اللي باقي كله ملاية، هيتبقى معاكي ملاية داخل على 2.5 متر ما شاء الله، بيبقى مقاس كبير ووافي. كده انا بقص بعد ما خدت طول المخدة، انا كده خدت اللي هيفيض علشان اعمل منه الوش بتاع الخدادية كامل. تمام كده خلاص، انا هطبق دي كده الكيسين المخدة بتوعك. هبدأ ان انا بقى اعمل الخداديات. ده الكورنيش. طبعا انت لو هتعملي كورنيش بتزودي على 4.5 كورنيش بس، من غير بقى اي شغل تاني. كورنيش في الملاية فقط بتزودي متر، لكن لو هتعملي كورنيش في الخدديات وكورنيش في المخدات والكلام ده بتزودي نص متر تاني. علشان كده بس انت تعرفي تحسبي ايه الحاجة اللي مطلوبة منك. يعني ايه مثلا انت مطلوب منك طقم عادي، لا طقم بخدديات، لا بتبقي انت عارفة ايه اللي مطلوب. طيب نخش بقى على مقاسات الخددية. الخددية عندي مقاساتها، طول الخددية بيكون حوالي 70 سنتي. طيب 70 سنتي، فطبعا القلبات اللي ورا بيكونوا الاتنين داخلين كده في بعض شوية، ف70. فأنا مثلا هبقى عايزة أعملهم لأن لسه هترفي كل واحد فيهم، فأنا هبقى هعملهم مثلا حوالي 77، من يعني زيادة عن 55 علشان يدخلوا مع بعض. لو انت عايزاهم يبقوا كويسين اعملي 79 80 سنتي كمان مش مشكلة، اللي هي الجزء اللي ورا. طيب طول الخدادية، أنا دلوقتي هاخد طول الخدادية هعمله 70 سنتي، وهبدأ إن أنا أقص الزيادة. الجزء ده يا جماعة اللي أنا خدته من طول المخدة. تمام. عرض الخدادية بيكون 58 سنتي، المقاس ده بيكون كويس. ولو عايزة تزودي وحاجة واسعة شوية تعمليه حوالي 60 سنتي، بس هو 58 سنتي ده كده عرض كويس جدا للخدادية. هتبدأ بقى ان انتي ده الجزء اللي احنا هناخده اللي احنا بنحطه فوق بعضه اهو. ادي كده ده الجزء اهو، بتقسميه على 4 وبتحطي كل واحدة تحت وواحدة فوق، وبتبدأي ان الجزئين دول بيكونوا محملين كده على بعض شوية علشان الخدادية بتاعتك تطلع كويسة وتطلع مظبوطة. ظبطي القماش، تقصي البورصل بتاعك كده. تمام. دي كده مقاسات الخدادية، وان شاء الله لو عملتوا بالمقاسات دي هتطلع مظبوطة معاكي ومفيش فيها اي مشكلة خالص، وان شاء الله يكون كل حاجة معاكي تمام. طبعا الملاية انتي بتمسكيها بقى بترفيها من كل الجوانب. دي الملايات العادية خالص اللي هي فيها كورنيش بس كده من تحت، بترفيها من كل الجوانب بتاعتك على المكنة وبتكويها، تسلمي الشغل بتاعك مكوي مظبوط. دي حاجات بتفرق مع الزبون طبعا ان هو ياخد الشغل مظبوط ومعاه كويس. طبعا زي ما قلتلك انا هنا علشان انا معايا قماش كتير، دي كذا طقم منها مش طقم واحد بس، فانا هقيس الملاية. لكن انتي لو جايبه 4.5 متر للملاية، هو انتي بتطلعي المخدتين وبتطلعي القلبات اللي ورا بتاعة الخدادية وكده تمام، بيكون معاكي الطقم الباقي كله بتطلعيه للملاية، مش بتاخدي منه اي حاجة. وان شاء الله المقاسات دي تكون كويسة معاكي ومظبوطة وما يطلعش فيها اي مشاكل بإذن الله. انا هكمل بقى بقية اللطقم اللي مطلوبة مني، واتمنى تكون كده المقاسات سهلة عليكم. هحاول اعيدها معاكم تاني سريعا. تمام. كده خلاص انا هقص الملاية وهقص كذا ملاية تانيين وهنقفلهم ان شاء الله على المكنة بكل سهولة. الملايات يا جماعة شغلها سهل للناس اللي لسه مبتدئة. الملايات شغلها سهل جدا، بتسهل يعني بتخلي ايدك تمشي على المكنة. كده انا قصيت من الشكل ده طقم ومن الشكل ده طقم، ولسه برضه عندي مطلوب من الموف اللي هي فيها كروهات دي، مطلوب منها طقمين. هقفلهم هقصهم ان شاء الله. وهبدأ ان انا بقى هاخد الملاية وهبدأ ان انا ارفيها من كل الجوانب. وزي ما قلت لكم ان انت لازم تتني الشغل بتاعك كويس، تكويه بعد ما بتقفليه تكويه كويس بحيث ان القطعة تطلع معاكي حلوة.
ما يكونش فيها اي مشاكل خالص. زي ما احنا قلنا هعيد معاكم بسرعة كده المقاسات. المخدة بيكون العرض بتاعها 90 سنتي، وطبعا بتقسميها على الاتنين او حوالي 87 سنتي 88، معاكي من 87 لحد 90، وطولها بيكون 170 سنتي. وعندك الخدادية بيكون طولها 70 سنتي وعرضها 58 سنتي. والملاية الباقية ال4.5 اللي بيفيضوا معاكي دي لو كانت الطقم مفيهوش كشكشة ولا فيه اي شغل خالص، دي كده اللي هو الزيادة. زائد بقى ان انت لو هتعملي شغل انت بتبدأي تزودي على المقاسات اللي انا قلتها لك دي مقدار الشغل اللي انت هتعمليه في الطقم. هنا ببدأ بقى ان انا برفي كده. طبعا اكياس المخدات بتترفي الاول، تقفلي الطول بتاعها، وبعدين تبدأ ان انت ترفي الحرفين. بيكون ده كده التقفيل افضل معاكي من ان انت تتني الاول وبعدين تقفلي. بيكون يعني التقفيل كده افضل، والتانية الخياطة بتاعت الجنب ما بتكونش باينة ومش طالعة من الجنب والكلام ده. تمام. الخداديات هبدأ ان انا يعني هرفي الحرفين اللي معايا. الحرف كده من اللي هي القطعة اللي هي مقسومة اللي انا جبتها، هبدأ ان انا ارفيها كده من فوق، هرفي كل واحدة فيهم، وببدأ ان انا اركبهم مع الجزء اللي هو الكبير بتاع الخدادية. ده كده يكون طقم الملاية بكل سهولة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش اللي يستفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة بحيث تشجعونا ان احنا نكمل ونستمر معاكم في تنزيل فيديوهات تشجيعية ان انتي تنجزي الشغل اللي عندك، او فيديوهات تعليمية نبدأ ان احنا نستفيد فيها مع بعض بإذن الله. دي كده انا هعمل خدادية في السريع. هبدأ ان انا برفي اهو الحرف زي ما قلت لكم. دي القطعة اللي هي القطعتين اللي هما مقسومين بتوع الخدادية. هرفي القطعتين. ادي دي كده قطعة منهم. هرفي القطعة التانية برضو. طبعا انا قص 4 لان احنا بنعمل خداديتين، وكل خدادية بتاخد منهم قطعتين. ده كده الوش الكبير اللي هو المفروض مقاسه 70 في 58. هبدأ ان انا اثبت فيه المخدات بتاعتي، وهبدأ ان انا اثبت فيه الطبقة اللي هي الطبقتين. بثبتها طبقة من فوق، واحدة من فوق وواحدة من الجهة المقابلة ليها من تحت قبل الجناب. دي كده طريقة بتسهل عليكي شوية ان انتي تعمليهم مع بعض وتركبيهم مع بعض من الجناب، وتبداي تظبطي المسافات بتاعتك اهي. شايفين كده لان انا عاملاها اكبر شوية، فطبعا الاتنين بيكونوا محملين على بعض، ما بيكونوش بعاد عن بعض، بحيث ان الخدادية بتاعتك تكون شكلها كويس وما تكونش من الظهر كده شكلها مش حلو. تيجي في الجزء ده وبتضربي كده فرمطوره كذا مرة، بحيث ان الزبونة وهي بتلبس وبتشيل في كيس المخدة ما يتخلعش منها، ويكون ثابت كويس جدا. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وييسر لكم الاحوال ويوسع في رزق الجميع يا رب. طبعا هنا هقول بقى حاجة اخيرة. سعر المتر القماش حاليا، المتر دي المصرية اللي هو المنقوش، المتر ب25. الأسعار كل يوم في زيادة. ربنا يعين الناس إن شاء الله ويتولانا ويوسع في رزقنا ورزق الجميع بإذن الله. ما تنسوش يا جماعة اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.